كأس العالم للأندية اللي مقام في أمريكا، بصراحة التنظيم حلو جدا والملاعب حلوة وكل حاجة حلوة. التصوير حلو، فاجئني جدا التصوير حلو. وفكرة اللي هي الكاميرا اللي في الحكم دي، الكاميرا اللي هي في سماعة الودن متحركة جنب ودنه بالظبط، اللي بتصور من ورا وهو بيجري ويعمل سبرنتات، بتصور كل حاجة عشان أي لعيب يعمل كده أو كده هجيبك يا بتاع تالتة تالت. فالفكرة حلوة والتصوير حلو والبطولة تنظيميا معمولة حلوة، بس التوقيت بتاعها طبعا ما كانش أحسن حاجة وإجهاد للأندية. بس مالناش دعوة، احنا عجبتنا الأجواء وكل حاجة في كأس العالم للأندية. وطبعا أنا جاي هنا مش جاي أتكلم عن الكورة، أنا جاي أتكلم عن التصوير وإخراج الماتشات ومتعه المدينه. طبعا امريكا هتستضيف كاس العالم 2026 خلاص، فطبعا ده تمهيد لكاس العالم 2026. وشفنا طبعا اجواء امريكا وميامي. وبص، ميامي اللي هي موجوده في ولايه فلوريدا دي زي GTA بالظبط. GTA معموله هي تروح ميامي GTA بالظبط، نفس النخل اللي موجود والاشجار والحدائق والبحر والعربيات الفارهه، لامبورجيني وفراري وطيارات يا باشا، طيارات. ايه الجمال ده. يوم من الايام سوف نزور امريكا ونلف ولايه ولايه، حاره حاره، نكتشف بقى كل الولايات وكل حاجه، وبالذات ولايه فلوريدا اللي فيها طبعا ميامي، وهي جامده جدا بصراحه الواحد اتفرج على حاجات اجواء جامده. جمهور الاهلي اللي سافر من كل حته عشان يحضر الماتش، فكان بصراحه جامدين. عاش يا رجاله. فاجواء جميله وكاس العالم متنظم حلو وملاعب حلوه جدا. استاد هارد روك اللي اتلعب فيه ماتش الاهلي والانتر ميامي، وباقي الاستادات برضو تنظيم حلو والاستادات جميله. وهم اصلا بالرغم ان هم مش بلد عندهم لعبه كره القدم الاولى، عندهم الامريكان فوتبول، هم مسمينها فوتبول، احنا بنقول عليها امريكان فوتبول. وكره القدم دي بعيد عندهم. غير امريكان فوتبول عندهم كره السله NBA. دول اكتر العاب عندهم اللعبه الشهيره بتاعت البلد. طبعا اجواء امريكا وحاجات امريكا طبعا كل ولايه بتختلف في الجو والحاجات كده، بس الولايات معظمها انت بتشوف حاجات جمال بصراحه، جمال جدا حاجات. فصراحه امريكا حلوه، اماكن حلوه وتنظيم حلو. ان شاء الله في يوم من الايام سوف نزور امريكا. تنظيم كويس والفيفا منظمه حاجات كويسه، والافتتاح كانت حفله حلوه متنظمه حلو، عامله شويه حاجات واللوجوز والجرافيكس اللي عاملينها. فبطوله تنظيميا معمول كويس كده. بس عاش تشوفوا حاجات جامده. كلنا عايزين تشوفوا ايه فيديوهات، ايه نوع المحتوى اللي عايزين تتفرجوا عليه الفتره الجايه. سلام.